الأدب العربي الحديث في البحرين هو قطعة من اللوحة الأدبية في الوطن العربي. تتصل بها في معظم قوانينها، ابتداء من القوانين اللغوية وانتهاء بالقوانين الإبداعية، مرورا بقوانين الواقع الذي تستمد التجربة الأدبية نسغها المضموني منها، من هذا الواقع. ورغم ذلك تظل لهذه القطعة خصوصيتها التي تسهم بها في إثراء اللوحة الشاملة للأدب العربي. طبعا انطلاقا من الأستاذ إبراهيم العريض وأستاذ الشاعر عبد الرحمن المعاودة، ممكن أن نعتبر إبراهيم العريض أو هذين الشاعرين رواد للحداثة كل من جانبه، إلا أن القاعدة الحديثة للأدب الحديث في البحرين تنطلق في حقيقة الأمر منذ أوائل القرن، منذ العقدين الأولين، على يد بالنسبة إلى الشعر في ذلك الوقت طبعا كان هو سيد الساحة الأدبية في كل الوطن العربي وفي البحرين أيضا. كانت القاعدة الأدبية مؤسسها الشاعر إبراهيم بن محمد الخليفة والشيخ سلمان التاجر في ذلك الوقت، ثم بدأت الحركات الوطنية تنتج شعرا خاصا بها،